يوليوس قرر يخليهم 12 شهر وزود أيام لبعض الشهور وخلاهم 31 يوم عشان يلغي شهر النسيء، ومع ذلك فضلت السنة الكبيسة زي ما هي. والتقويم ده تم تطبيقه فعليا في 1 يناير سنة 45 قبل الميلاد، وأطلق عليه من يومها اسم التقويم اليولياني نسبة ليوليوس قيصر اللي أطلق كمان اسمه على شهر 7. والكلام ده فضل مستمر ومعمول بيه في العالم لحد سنة 1582 لحد ما عالم الفلك كريستوفر كلافيوس اكتشف إن التقويم ده فيه نسبة خطأ برضه. اكتشف إن السنة مش 365 يوم و6 ساعات، وإنما 365 يوم و5 ساعات و48 دقيقة و46 ثانية. وعشان يصلحوا الموضوع ده من أول سنة 1 ميلادية حتى سنة 1582 اكتشفوا إن فيه 10 أيام زيادة. فيعملوا إيه بقى؟ قرروا ببساطة حذف ال10 أيام دول. فنام الناس في 5 أكتوبر 1582 وصحيوا تاني يوم لقوا نفسهم في 15 أكتوبر 1582. والتقويم ده أطلق عليه التقويم الجريجوري نسبة للبابا جريجوريوس الثالث عشر.